الفرق التي حققت الصعود في مختلف الدرجات، وأعرف أنها فرق عانت لموسم رياضي كامل بل لمواسم رياضية متعددة حتى تحقق هذه الأهداف. أخص بالذكر بطبيعة الحال زملاء الرؤساء الذين سيلتحقون بالعصبة الاحترافية في القسم الأول، ثم فريق سريع واتسون، وتتبعت به معا يوم الأحد تدخل مسؤولي هذا الفريق على إحدى القنوات السمعية وعجبت بتدخلهم، وهذه فرصة للثناء عليه وتحدث بإسهاب كبير عن الطريقة التي يدبرون بها فريق سريع واتسون. وكانت فرصة أيضا لأعرف بأنه كاين جوج الفرق في العالم التي يحملوا هذا الاسم، كاين رابيد دو ورابيد دو. فرصة يوم الأحد اكتشفوا هذا الأمر، تحدثوا عن الأمور التدبيرية للفريق وكيف أنها كانت بطبيعة الحال في مستويات تضاهي بل تتجاوز الطرق التي تدبر بها اليوم فرق القسم الوطني الأول. ثم بطبيعة الحال فريق الظلال الصاعد لقسم الهواة، ولكن أظن بأنه هذه بداية إن شاء الله لمرحلة نجاحات متطورة لأولا حتى تكون هذه الفرق في مستوى تاريخ تاع منطقة عرفت تاريخيا بالعطاءات الكروية تاع المتميزة، ولكن أيضا حتى نكونوا كيف جاء في كلام السيد الولي في تناغم مع المنطق ومع التنمية التي أرادها صاحب الجلالة حفظه الله لبلدنا، تنمية متوازنة جغرافيا وترابيا، تنمية لا تنحصر في مناطق محددة بل تشمل كل ربوع المملكة بشكل متوازن في كل شيء. والرياضة بطبيعة الحال وكرة القدم بشكل خاص نعتبر اليوم بأنها من أحد الروافد الأساسية لخلق نموذج تنموي متكامل. وفي غياب الروافد الأخرى ذات الطابع الثقافي والفني إلى غير ذلك، فمسؤولي الملقاة على الرياضة بشكل عام كرة القدم تصبح أكبر لبلوغ نفس الأهداف من التنمية. بالتالي أظن بأنه اللقاء اليوم هو فرصة بطبيعة الحال متميزة للثناء وتقديم التهاني والوقوف ولو للحظات قصيرة عند الفرح وتقييم المسار، ولكن الأهم من كل هذا وذاك وهذه مسؤوليتنا جميعا هو أن نسائل أنفسنا عن الأدوار التي نطلع بها وعن المسؤوليات التي نقوم بها وعن الاختلالات التي نعاني منها لتصحيحها وتجنبها حتى نستطيع أن نحقق تنمية رياضية شاملة تمكن من تحقيق الأهداف المصدرة بطبيعة الحال سلفا. وأظن بأن الفرق اليوم الاستعداد الفرق القسم الوطني الأول عليها أن تستفيد من دروس الماضي القريب وأن تعمل من الآن مع الجميع والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليست مدعوة للمشاركة في هذا العمل الجماعي بل من واجبها ومن مسؤولياتها، وأنا قلتها في العديد من المرات ولا ما قدرتش هذوك الناس الجامعة يتحملوا هذه المسؤولية يمشيو بحالهم، سأكون من
كنت كنتذكر مع السيد الوالي وتنعرف الواقع بشكل جيد. تستدعي من الجميع أن نبذل وأن نضاعف الجهود لا في البنية التحتية. راه اليوم غير معقول منطقة وجهة فيها 3 القفارات نتاع القسم الوطني الأول، ما كاينش ملعب كيتسع أكثر من 10,000 متفرج. السيد الوالي بلا قال تيجي النصري والوداد، يمكن يجي غير النصري واخا كان صعيب باش تجي 50,000 و 60,000 ما يبقاوش في غادي يدخلوا من البلاد. كنظن بأنه خص مجهودات باش تحسن البنية التحتية، وراه العمل والأهداف تتبدو دائما صعبة المنال وكتقترب من الوعود اللي تنسمعها يوميا، ولكن بالإيمان الحقيقي بالقناعات الراسخة وبلا باسيون تاع الفوتبول راهي كل شيء تيسهل بإمكان الجهة أنها تمشي في هذا المخطط. السيد الوالي قال لي بأنه هذه 50 ولا 60 كان مشروع متميز في مدينة بني ملاك متكامل. أظن بأنه شباب المنطقة، فرق المنطقة محتاج إلى هذه الاستثمارات. بطبيعة الحال التدبير تاع الفرق راه هذا الجيست اللي دارت اليوم وهي مشكور عليه الجهة والمسؤولون والمكتب، هي بداية تاع حلقات متواصلة. وقال السيد الوالي الفرق المسيرة اليوم ما خصناش نطالبوها باش أكثر من أنها تسير الفرق، ما يمكنش نطالبوهم أنهم يتقلبوا على الإمكانيات باش يسيروا الفرق، وإلا غادي نمشيو لواحد المنطق آخر، ماشي منطقة تدبير كرة القدم، ماشي المنطقة الرياضي. غادي يولي السيد كوليكتور دو فون، خصو يبقى يقلب. وداير هذا هو من أحد الأسباب اللي خلات تكون عندنا اليوم واحد النوعية تاع الرؤساء اللي لا علاقة لهم بالتدبير. أظن بأنه هي فرصة لتهنئتكم مرة أخرى، لشكركم على المجهود الجبار اللي قمتم به خدمة لكرة القدم. كرة القدم جامعة الملك البيضاوي لكرة القدم لا تساوي شيئا بدون نواديها، بدون شباب اللي كيمارس كرة القدم. جميع القوة تاعها تستمدها من الأندية، وضعفها بطبيعة الحال هو حصيلة ضعف هي الفلسفة التي نحاول أن نرسخها في الجامعة. وبالتالي أظن بأنه يجب علينا أن نعمل جميعا باستمرار بحب لهذه الرياضة، حبا لبلادنا وتطبيقا لتوجيهات ملكنا. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والبلاد. السلام عليكم ورحمة الله. كلمة الآن السيد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتعليم والتكوين والرياضة الأستاذ جاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد والي جهة الإدارة الإدارة، السيد رئيس جهة الإدارة الإدارة، السيد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم،